السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنعطيكم افضل تشكيله اللي يقدر يمشي بها الناخب الوطني الاولمبي اللي هو عصام الشرعي لاولمبياد باريس اللي غتكون ما بين 26 يوليو الى غايه 11 غشت باذن الله. المهم هاد القائمه غتكون من 18 لاعبا، 3 من هاد اللاعبين هادو غيكون اكبر من 23 سنه و15 منهم غيكونوا اقل من 23 سنه، يعني المنتخب الاولمبي. المهم الاخوان، قبل ما ندخلوا في القائمه اللي يقدر يستدعيها الناخب الوطني الاولمبي اللي هو عصام الشرعي، نوضح لكم واحد الحاجه اللي هي بان الجامعه الملكيه المغربيه خدامه على الملف ديال اللاعب امين عدلي من اجل ادراجه من بين اللاعبين اللي اقل من 23 سنه، لانه تاهل مع المنتخب الاولمبي الفرنسي الى الاولمبياد باريس اللي كنتمناو صراحه يخدموا عليه ويكون ان شاء الله من بين اللاعبين اللي اقل من 23 سنه. احنا كمنتخب وطني مغربي غنستافدوا منو في هذه التدورة. المهم في حراسة المرمى غيكون جوج ديال اللاعبين اللي هما الحارس العنكبوت ياسين بونو اللاعب ديال الهلال السعودي، وايضا اللاعب اللي هو رشيد غانمي اللي كيلعب مع النادي الفتح الرباطي. علاء بالعروش ما خليتوش يكون فضل عليه اللاعب رشيد غانمي، لان علاء بالعروش كيدير اخطاء كارثيه صراحه مع المنتخب وايضا مع الفريق ديالو. وايضا الياس ماغو ما درجتوش اللاعب اللي هو رشيد غانمي احسن من الياس ماغو. اما بالنسبه كمدافعين يكون اللاعب اللي هو ايمن الوافي، شادي رياض، مهدي بوكامير ورضوان حلحال، هادو اللي كاين في مركز الدفاع. اما كالظهيره اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن والقطار السريع، وايضا ادم انزو، وايضا يوسف انريكي الخديم. ولكن انا كنشوف بان عصام الشرعي يستدعي واحد من هاد اللاعبين هادو، ادم انزو او اللاعب يوسف انريكي الخديم، وغيستدعي الواحدي هو ما كيلعبش كظهير، ولكن بعد ما تصاب اللعب في الكان اللي كان لعبو كظهير وحتى صراحه فيها ولعب مزيان صراحه في مركز الظهير الايمن. انا كنشوف بان عصام الشرعي غيستدعي اللاعب اشرف حكيمي، ادم انزو ويوسف انريكي الخديم. اما في وسط الميدان غيكون بقياده الجوهره المغربي اللي هي بلال الخنوس واسماعيل السباري، امري شاليتون، بلامين بوشواري وأسامة العزوزي. واحد اللاعب اللي ما درجتوش بين هاد القائمه هادو لانه ما انسجمش مع هاد اللاعبين هادو اللي هو نيل العيناوي. اما كاجنحه درت 4 لاعبين كاجنحه اللي هما امين عدلي باير ليفركوزن، عبد الصمد الزلزولي لاعب ديال ريال بيتيس، وابراهيم عبد القادر دياسي الى اختار المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله غيختار. هادشي يبان لكم ان شاء الله في مارس باذن الله. وايضا الياس اخوماس الى ابراهيم دياس اختار المنتخب الاسباني، غيكون في بلاصتو حكيم زياش. اما رؤوس الحربة هادو اللي كنتوفر عليهم في المنتخب الاولمبي هاد اللاعبين هادو واعرين. اما في راس الحرب غيكون كل من اللاعب ياسين باكراوي وامين الوزاني، وهاد اللاعبين هادو كنتمنى يكونوا في المنتخب الاول يعني للمستقبل باذن الله بعد نهايه الاولمبياد، خصوصا امين الوزاني اللي بين بانه يستحق فرصة مع الناخب الوطني وليد الركراكي. المهم اخوتي دابا راه وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، ما تبخلوش علينا بلايك ديالكم، الدعم ديالكم، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. كان معكم خالد الاخوان، في امان الله.
مع السلامة.